والله اللي بايع حشد الشعب لا غيره ولا شرف. الحشد سينتهي في هذه المحافظه، ينتهي. هم دين مردون بالعشرات بالمئات يسحبون جثثهم. الناس اللي جاي ابواق ولابس عسكري وحماس الكبرى، بالله عليكم وهذا بهذه الطريقه تتحرر الارض. احنا ما نعترف بالمرجعيات، اسمحي لي، احنا مرجعيتهم مو مرجعياتنا احنا. سنحمل السلاح ونقاتل قاسم سليماني، احنا العشاير. اقضيها كلام من عندنا. ولكن ان يدخل حشد طائفي لمناطقنا واحنا طيبين، لا والله ما يصير هذا الكلام. الكل سيحمل السلاح. كربلاء تسقط بيد داعش، واطراف بغداد راح تسقط بيد داعش، اسمحي لي يا اختي. وداعش بالشهر يطب لها 1000 مقاتل. الان داعش بدات تنسحب من بعض المناطق تحطيها بيد ابناء العشائر. داعش الان بدات شوفي هاي الحركه الثانيه اللي بدات بمرحله ثانيه. داعش مو تنظيم القاعده الاغبر الغبي ايام زمان ده يشتغل. الان داعش عنده فكر وعنده سياسه يشتغل مع ابناء العشائر. جهه نشرت الحشد بالنخيب وفكرك تستحق النخيب، والله لو طير الوازن نهايه، والله النخيب ما يروح منها متر واحد. وتذكروها الحل جايبين لي ناس شاده خرق وناس شاده وصل مثل المهابيل، ذا فيها بنصها كلها تذبح. من تضايق صاح جيبوا للحشد، ومن تنفح قال ما نحتاجه. داعش على اختك سرى يا ابن الرديد، وانا من الله نزلت علاجه. شنعمه تريد الحشد اوقف تعال، ساكن انت في فندق البرزاني. انا وداني الاسد وابن الاسد، حزمان حزام من وداني. انا عديت بعزم فحل الفحول، شيع قلبي والنجف عنواني. انت عندك مرجع محل النكاح، وانا كل هم الشرف وصاني. انت عندك مرجع محل النكاح، وانا كل هم الشرف وصاني. انا عندي غيره ما بعت النساء، ولا دخل بيت شخص شيشاني. انت ديوانك غدر يا ابن الرذيل، وانا اتباع بكرم ديواني. انا عالساتر ولك كل هم بيك، شلون بعت الديره للافغاني؟ انت ذبح قالك احسن والكريم، والبس هدوم البعت لاخواني. هاي كلمات الحشد مو للعموم، خصصتها لعلي حاتم وساكن الفندق. عقالك ما بغير عقال